السلام عليكم إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكبر الملفات اللي هزات البيت الودادي في الساعات الأخيرة. تطورات متسارعة، اجتماعات سرية، وتحولات كبيرة داخل مركب محمد بن جلون. والسبب استدعاء رئيس الوداد من طرف الفرقة الوطنية واتهامات خطيرة كتلوح بوجود عقود غير قانونية داخل النادي. ملفات كتشابك وأسماء ثقيلة كترجع للواجهة، والشارع الرياضي كامل كيسول فين غادي الوداد؟ واش الفريق داخل المرحلة جديدة ولا كارثة على الأبواب؟ خليكم معايا باش نكتشفوا القصة كاملة بتفاصيلها وخلفياتها. في تطور مثير هز الساحة الكروية الوطنية، عاد اسم نادي الوداد الرياضي لواجهة الأحداث بعد انتشار خبر ضيافة الفرقة الوطنية لرئيس الفريق هشام أيتمنى. هذا الحدث أشعل حالة استنفار داخل مركب محمد بن جلون، حيث تحركت عدة أطراف نافذة داخل النادي لتقييم الوضع عن قرب والاستعداد لأي طارئ قد يؤثر على مستقبل الفريق الأحمر، خصوصا وأن الظرفية الحالية حساسة على مستوى التسيير والتطلعات الرياضية. وتشير مصادر قريبة من البيت الودادي أن عددا من المسؤولين والمقربين باشروا فعليا في البحث عن رئيس جديد لخلافة هشام أيتمنى، تحسبا لأي تطورات قد تعصف برئاسته. هذا التحرك جاء مباشرة بعد الخرجة الإعلامية القوية للمستشار السابق عبد الرحيم الوزاني، الذي فجر قنبلة إعلامية حين صرح بأن جميع العقود التي وقع عليها أيتمنى غير قانونية. هذا الاتهام الذي لم يمر مرور الكرام أثار موجة من التساؤلات حول شرعية التعاملات الإدارية داخل النادي، بل وأعاد طرح موضوع الحكامة والشفافية في تسيير فريق بحجم الوداد. الوزاني اللي كان مطلعا على العديد من الملفات الداخلية أكد أن الخلل ليس بسيطا ولا يتعلق بخطأ إداري عابر، بل بملف خطير يمكن أن يعرض الوداد لعقوبات قانونية أو رياضية إن ثبتت صحته. ومع تزايد الضغوط بدأ بعض المنخرطين والفاعلين في التفكير في مرحلة ما بعد أيتمنى تحسبا لأي سيناريو محتمل. وما يزيد من تأزيم الوضع داخل الوداد هو تزامن هذا الملف مع قضية أخرى لا تزال تلقي بظلالها على النادي، ملف الرئيس السابق سعيد الناصيري المعتقل منذ مدة بتهم ثقيلة تتعلق بالترويج للمخدرات والتزوير. وجود رئيس سابق خلف القضبان ورئيس حالي محل مساءلة أمام الفرقة الوطنية يجعل الوداد يعيش واحدة من أعقد فتراته منذ سنوات. كل هذه المعطيات تنذر بأن النادي يعيش ضغطا غير مسبوق سواء على المستوى التسييري أو النفسي، خصوصا أن الجماهير تطالب بالوضوح والمحاسبة. التخوف الأكبر اليوم هو أن تؤثر هذه الاضطرابات على استقرار الفريق التقني وعلى أداء اللاعبين، خصوصا في مرحلة تحتاج فيها المجموعة للتركيز والانضباط. العديد من المحللين يؤكدون أن الوداد محتاج لطورة إصلاحية داخلية تعيد ترتيب البيت من الداخل وتضمن قيادة قوية وشفافة تعيد الثقة للمحبين والمتابعين. لكن في المقابل هناك من يرى أن الأزمة يمكن احتوائها إذا تم التعامل معها بسرعة وحكمة دون تهويل أو تصعيد غير محسوب. إلى غاية اليوم تحقيقات ما زالت مفتوحة والسيناريوهات متعددة وكل الاحتمالات مطروحة، والسؤال الأكبر اللي كيبقى معلق: هل الوداد مقبل على تغيير جذري في التسيير ولا غادي يقدر يتجاوز هذه العاصفة بأقل الأضرار؟ وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذا التقرير حول واحدة من أسخن وأعقد القضايا اللي كيعرفها الوداد الرياضي في الفترة الأخيرة، بين تحقيقات مفتوحة واتهامات متبادلة وتحركات داخلية للبحث عن خليفة للرئيس. المستقبل ما زال غامض، ولكن المؤكد أن البيت الودادي محتاج لإصلاح عميق قبل ما تنفت الأمور أكثر. شاركونا آراءكم في التعليقات، شنو كتظنوا؟ هل الوداد قادر يخرج من هذه العاصفة ولا كاينة أزمة أكبر كتشكل في الصمت؟ موعدنا في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله.